ابو ظبي او الامارات. غنهضروا على الامارات الفيزا، عفوا غنهضروا على كيفاش تقطع التذكره ديال الطيران الى الامارات، ونهضروا حتى على الفيزا ديال الامارات في هذا الفيديو هذا. بالنسبه للناس اللي كتبغي تاخذ الفيزا ديال الامارات او تمشي للقنصليه، غير كتعذب راسك تمشي للقنصليه وتبقى الوثائق شهاده العمل وهادشي هذا كامل. لا، من احسن الحاجه شوف واحد اجونس تخدم لك، واي واحد بغى شي اجونس تخدم له الفيزا ديال الامارات خلي لي غير الميساج ولا ميساج في انستغرام ولا تعليق في اسفل الفيديو، وغنجاوبوا ان شاء الله. نعطيو واحد الارقام ديال الناس اللي كيخدموا هاد الفيزا هادو غير بثمن مناسب، وتخدم معاهم الفيزا ديالك ما تبقاش تمشي للقنصليه، حيت الا خدمتيها عند اجونس كتخدمها بدون شروط، يعني الفيزا بدون بعض الشروط اللي غنذكركم في هذا الفيديو، بحال شهاده العمل ما كيطلبوها لكش، الروبل ديال البنكه ديال 3 الاشهر ما كيطلبوهاش، بزاف ديال الحوايج. بالنسبه كيطلبوا لك غير التذكره ديال الطياره، هما كيعدلوها لك، والحجز الفندقي هما كيعدلوها، يعني كيتكلفوا لك بهذه الاشياء هذه كامله. كيطلبوا لك هما غير السكان ديال جواز السفر ديالك، كيطلبوا لك واحد جوج صور خلفيه بيضاء بدون نظارات. هذو هما الحوايج اللي كيطلبوا لك باش كياخذوا لك هذه الفيزا هذه. غنهضروا على التذاكر ديال الطيران من المغرب الى قطر، وغنهضر عفوا الى الامارات، وغنهضروا على فيزا راه هضرنا عليها. ندوزو التذاكر ديال الطيران. بالنسبه للتذاكر ديال الطيران من المغرب الى الامارات كيبداو من 6000 درهم 7000 درهم وانت راجع. 7000 درهم هو اكثر ثمن ديال التذاكر ديال الطيران من المغرب الى الامارات. بالنسبه مع تركيا هي اغلى وحده، الا بغيتي تمشي الامارات ومشيتي مع تركيا كتمشي باغلى التذكره ديال الطيران. الخطوط التركيه 7900 درهم مع الخطوط التركيه الي وروتور الى الامارات، يعني مع الخطوط التركيه الي وروتور الى الامارات ب 7000 درهم تقريبا 8000 درهم. بالنسبه للخطوط القطريه مع الخطوط القطريه تمشي في الخطوط القطريه او تجي في الخطوط القطريه، يكون عندك اسكال دوله قطر. الثمن ديال التذكره ديالها كيتراوح ما بين 600 و 700 درهم. 6700 درهم 6700 درهم هما التذكره ديال هاد الي وروتور من المغرب الى الامارات، ومن الامارات الى المغرب غيكون عندك اسكال في قطر. بالنسبه التذكره ديال الطيران الاخرى معنا حتى هي ب 7000 درهم، كتمشي مع الخطوط التركيه وكترجع مع الخطوط التركيه الي وروتور. هادو كاملين في شهر واحد وشهر 12 الاخر ديالو وشهر واحد وحتى في شهر جوج، هادو هما الاثمنه ديالهم. بالنسبه للتذاكر ديال الطيران مع القطريه عفوا مع الاماراتيه نيت كيكون الثمن ديالهم كيتراوح من بين 5000 درهم، حيت كيكون ما فيهاش الاسكان بشي دوله اخرى، كيمشي ديريكت من المغرب الى الامارات، من الامارات الى المغرب كتكون 5000 درهم 6000 درهم الي وروتور. هذا هو الثمن ديال التذاكر ديال الطيران من المغرب الى الامارات. لاش باغي اكثر من هذا الثمن هذا بلا ما تقطع التذكره ديال الطيران غيكون تنصب عليك، والا قطعتي من الست غيكون الثمن ارخص من هذه الاثمنه هذه. الا قطعتي راسك من الست، حيت الا مشيتي لاجونس غيزيدوا عليك اكثر من هذا الثمن اللي قلت لك انا. هنا تسالى الفيديو، ما تنساوش لايك بارطاج الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، اشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم جديد اي فيديو معلومه جديده وصلت لي لا غنوصلكم في هذا الفيديو ان شاء الله.